كنا نلعب حتى في الشوارع كأولاد الحارة مثلا. كانوا يقول لك نروح عند فلان وعند فلان، وعلى أساس يودينا عند واحد يسوي لنا سحر على أساس نفوز على الفريق الثاني. فهذا كانت موجودة، ما حد ينكر الشيء هذا. من الأندية الكبيرة كانوا في الاتحاد في ناس يقولوا يا الله احنا رايحين نسحر، احنا ما احنا عارف ايه، لما نجيب المهم نفوز على النادي الأهلي. والنادي الأهلي نفس الشيء، بيتكلم بنفس الكلام انه لازم يفوز على الاتحاد حتى البدنبوشي. هو فعلا يستعمل كوام، يجيك واحد يقول لك يرمي حاجات كده زي البوح اللي صدف في البحرية، يرميها يقول لك والله انتم مثلا حتفوزوا اليوم ان شاء الله 2 وبكره 3 او حاجه مباراة ثانية، وياخذ منك فلوسك وتتكل على الله، ويديك مويه الصحة تغسل بيدك وتمسح على وجهك، تحطه في الشورت او تحطه في الفرينة بالياقة حق الفرينة، وكله كلام فاضي، كله كلام فاضي. آمن بالله سبحانه وتعالى وانزل المباراة. لمعلومتك كان الأمير طلال بن منصور دائما كتاب صغير، كان ما يؤمن أو دنبوشي. كان يجوا اتحاديين ويجوا ناس من المسؤولين، طال عمرك نبى نسوي كذا نسوي، ما يوافقوا لهم على الشيء هذا أبدا. ويوم أنا أقول لك حصلت في حاجات عندنا في المعسكر في النادي، حصلنا تحت السرر حقتنا ذي الكلب، أذن بس، حاجات تافهة، شالنا وجمهورنا معسكرين عند البوابة يحمونا ويخلونا ننام كويس. طلعنا طال عمره وودانا إلى بيته اللي في البحر وعسكرنا هناك، وجينا بالباص على طول حقه الباص الجديد اللي اشتراه نادي الاتحاد، وودانا إلينا للاستاد الرياضي. ما حد يعرف الشيء هذا. هذه في مباراة الأهلي والاتحاد اللي هي فازوا علينا 4. أنا حقيقة ما كنت لاعبها، كنت مصاب وكنت مع الأمير طلال المنصور في المنصة. فكانوا يصوروا حتى أمين دابو كان يرفع لهم إنه يؤشر إنه إحنا فايزين 4. فبعد المباراة طبعا فازوا علينا 4. بعد ما نسأل أحمد شير يقول لك والله أنا أشوف الكورة زي الثعبان جاتني خاش علي ما أقدر أمسكها. عندك الله يرحمه المدافع حقهم الشمال من الله ناسي، إبراهيم أمريكي، جاب الهدف من نص الملعب، لا يمكن يخش حتى في حارس مبتدئ. احنا استغربنا فعلا الحكايه دي، لكن حقيقه احنا ما نؤمن بشيء. كانوا اللعيبه مفكرين انه احنا مغلوبين 4. فلما جاءت ال4 هي جت صدفه؟ صدفه نعم، ما كان فيها اي شيء انهم فايزين 4. وسبحان الله سوى بيده ما ادري كيف سواها، يعني طلعت زي ال4 وفعلا فازوا 4 المباراة دي. الجماهير حقتنا انتبهوا، في ناس مشغلين عليكم، لا تكلموا احد، يا راجل لما ننزل احنا قدام الفريق النادي الاهلي مثلا الملعب يقول لك لا انتم ما تخشوا الاول، هم يخشوا الاول. كلام فاضي. يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى وينزل يلعب المباراة، وما حيجرى له اي حاجة. اهم شيء الروح إذا كانت هي صادقة مع لبس الشعار النادي اللي أنا ألعب له، والله العظيم مهما كان ما يقدروا يقربونها لا بالسحر ولا بالشعوذة. حقيقة أهداف جات في أحمد الشيري ما تركب. لو كان في أحمد سالم أنا أتحدى لو يجيبوا 4. هل ضعف؟ مو ضعف، خوف ورهب من كلام الناس إنه إحنا مسحرين عليهم. فينزل اللاعب حاطط باله كلام الجماهير. هي كانت خوف، ال4 أكثرها خوف يعني. نعم أكثرها خوف، ولا كانوا يقدروا يسجلوا فينا. احنا لعبنا الدوري هذا طلعنا الأول بدون هزيمة وطلعنا على الكاس. المباراة الوحيدة اللي خسرناها هي مباراة الكاس 4. إلا ما في فريق غلبنا، احنا غلبنا الأهلي في الدور الأول طلعنا.